انت شايفاني يا شيخه يعني شايل الشنط؟ مش حرام عليكي؟ حتى ما فيش حتى حمد لله على السلامه ولا اي حاجه. ايديا اتقطعت من ام الشنط. اختي على التليفون. اختك على التليفون 24 ساعه؟ ما اختك على التليفون. طيب هكلمك تاني عشان هو داخل بزعبيبه. وبعدين يا اختي كنت انت قاعده لما حصل كل ده؟ وهي قالت له ايه؟ يا لهوي، قالت له كده قدام امه وهو سكت لها؟ وامه اخس ما عندهاش اصل ولا هو عنده كرامه. انت شايفاني يا شيخه يعني شايل الشنط؟ مش حرام عليكي؟ حتى ما فيش حتى حمد لله على السلامه ولا اي حاجه. ايديا اتقطعت من ام الشنط. اختي على التليفون. اختك على التليفون 24 ساعه؟ ما اختك على التليفون. طيب هكلمك تاني عشان هو داخل بزعبيبه. ماشي، سلام. ايه لازمتها تعلي صوتك وتقول الكلام ده واختي على التليفون؟ ايه لازمتها؟ انت حتى ما بصيتليش حتى ولو قلت لي الحمد لله على السلامه. هبقف على راسي عشان يعجبك. لوح واقف قدامك مفيش حتى الحمد لله على السلامه. انت لسه داخل بتقول شكل للبيع، وانت مالكيش الا التليفون يعني؟ وانت كل مره تقل مني ليه قدام الناس؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت مشكلتك التليفون، عندك عقده من التليفون، كل ما تلاقيني ماسكه التليفون تيجي الحاله. نوران، ايه؟ انت وديتي الاقساط اللي علينا بقيتها النهارده؟ وعملتي ايه طيب؟ وايه اللي يا بنتي؟ انا بسالك. يا نهار ابيض. وانت مفيش فايده فيكي برضه يا نوران؟ حتى الواحد بيكلمك وبرضه ماسكه في التليفون. في ايه يا مصطفى؟ هو انت مش لاقي حاجه تنكد عليها؟ انا بسالك عملت ايه في النهارده في الاقساط؟ هو انت مش حافظ غير حوار التليفون؟ يعني انا بسالك بتقولي لي وبرضه مشغوله في التليفون، ما بترديش حتى عليا. هو انت غيران من التليفون؟ انا بقوله بيضحك يعني. انت غيران من التليفون؟ غيران من التليفون؟ لا انا غيران على عيشتنا اللي احنا عايشينها والوقت اللي انا بضيعه معاكي. مال عيشتنا والوقت اللي انت بتضيعه معانا؟ ما هو مش طريقه دي برضه ان انت عايشه على طول في التليفون. يعني مش موازنه الامور خالص. ليه شايف عيالك رايحين جايين بيجروا وانا مثلا سايباهم مبحترين بيضربوا في بعض وقاعده على التليفون؟ وانا كل مره قاعد اتكلم معاكي في الموضوع دوت واقول لك انا التليفون وانت مفيش فيه فايده برضه. انا مش شايفه ان انا بعمل حاجه غلط على التليفون. وايه حله يعني الموضوع دوت؟ انت 24 ساعه على التليفون، يا اما اختك يا اما امك. طب كويس ان انت عارف ان يا اختي يا امي، ايه اللي يضايقك بقى في كده؟ حتى العيال نايمين، حتى ما اعرفش ولا كلوا ولا ما كلوش ولا مهتميه باي حاجه خالص، حياتك كلها التليفون. انا متفاهمه اللي انت بتقوله، معاك حق فعلا. يبقى روح اسال نفسك انا بقعد على التليفون ليه؟ عشان اهرب من النكد وخناقاتنا وخلافاتنا ال 24 ساعه. ادي ايه رايك في قعدتنا وكلامنا مع بعض كلها كده؟ ما بنقعدش كويسين بسبب التليفون. التليفون ده انا بهرب منه من النكد والقرف اللي انا فيه. فين النكد؟ مش هيجي النكد وانت مش ماسكه التليفون. عندك حق، انا يمكن مش عامله توازن لحوار التليفون ده وزودتها فيه. المفروض افصل ما بين وقت التليفون وما بين الوقت اللي انتوا محتاجيني فيه. ينفع كده؟ هيبقى كويس. هو انت بتزعل على التليفون وانت ماسكه؟ ايوه صح، عندك حق. عندي حق. عشان تعرف ان هو مرض عند كل الناس. ربنا يهديك ويهدي كل اللي شبهك في موضوع التليفون ده. حقيقي بقت عاده مستفزه. مش عارفه التليفون تعبكوا فيه بصراحه. كل الرجاله بيعملوا مشاكل على كل التليفونات. خلاص انا هقسم وقتي، اتفقنا؟ على الله يكون اتفقنا. هعمل وقت للتليفون ووقت للبيت وليكم، تمام؟ وقت نومكم انا امسك فيه التليفون براحتي. برافو.
بس طالما خلصت حاجتكم محدش كلمني في حوار التليفون. تمام. دفعت الاقساط اللي علينا؟ اه جدع.